كل ما يصدر سواء من قرارات سواء كانت جزائية أو عقوبية أو تعويضية. هناك نقطة ليست بذات أهمية لكن طرحها يعني من المهم أن نطرحها، لأن الناس تداولوها كثير في مواقع التواصل الاجتماعي. عندما زرت بنتنا ريهام وجبت لها آيباد المرة الأولى قالوا هذا أرخص تعويض. قصد بالتعويض دكتور عبد الله؟ عبد الرحمن، أنت تعرف هل أحد من وزارة الصحة بما فيهم الوزير ذكر أنه تعويض؟ أنا أب يا عبد الرحمن، أنا عندي بنات وأطفال في سن ريهام. أنا كنت في مهمة في جدة وجيت في الليل وبيتي مو بعيد عن المطار. لم أذهب لبيتي لأن همي هو صحة هذه المواطنة الغالية عليك وعلي. ذهبت لها، لم أخبر الإعلام، اتصلت بمدير المستشفى من المطار قلت أنا جاي. وجاءت معي وكيلة الوزارة المسؤولة عن العلوم الطبية المساعدة، وجاء معي خالد المرغلاني مدير العلاقات العامة الدكتور خالد، وكذلك المشرف عام المستشفى. وذهبت وزرتها كأب. قبل الزيارة وأنا في جدة سألت، لأننا على تواصل مع الأسرة، وقالوا سألت الزملاء في وزارة الصحة اللي يزورونها كل يوم وش اللي البنت يعني أنا أب لازم أقدم يعني يا شوكولاتة يا شيء للطفل أفرحها به هدية، يعني بنت أول مرة أزورها لازم أقدم لها هدية. فقالوا إن رغبتها آيباد والقرآن. فقلت للأخوان جهزوا آيباد لي ونضع عليها ألعاب وضعوا فيها القرآن. أنا أعتقد كأب لو ما ذهبت لها بشيء برضو أنا بلوم نفسي، لأنها هي كما أنا أهدي بناتي فأهدي هذه الطفلة، وقد أهديت أطفال آخرين قمت بإجراء عمليات لهم. فهذا ليس مستغربا كطبيب أو كأب لريهام أو غيرها من أبناء وبنات الوطن. أما التعويض لست من يقرر التعويض أصلا، وليس من حقي ويجب أن تحسب لي الوزارة أنها هي التي طالبت بالحق الخاص. كما ذكرت لك لم يطلب من وزارة الصحة، لا يوجد لدي أي خطاب رسمي من الأسرة بطلب تعويض، ومع ذلك الوزارة تبنت أنها تكون في محل الأسرة وطالبت بالحق الخاص.